وكافة الزميلات الموجودات في هذه القاعة. بالتأكيد نحن مقبلون غدا على الاحتفالية بالذكرى الخامسة لتحرير مدينة الرقة التي كان يعتبرها داعش كعاصمة لها، ونتيجة وجوده خلال 4 سنوات بمدينة الرقة مارس كافة أشكال العنف، والتي بالأكثرية عانوا من هذه الأساليب العنف كانت المرأة، التي بلشوا بالبداية بتغطية وجهها وكتم صوتها ومنع حركتها، ومنع أي مرأة تطلع صوتها أو تعبر عن نفسها وعن حقيقة مجتمعها وواقعها. فلذلك تحرير الرقة مبارك علينا جميعا وعلى جميع شعبنا في الرقة بكافة مكوناته، وعلى المرأة بشكل خاص. بالتأكيد المرأة وخاصة بهذه الندوة وجودكم جميعا دائما وأبدا كنا نركز بأن المرأة هي ركيزة الأساسية لنجاح مشروع الديمقراطي، وبانضمام المرأة ومشاركتها بكافة مفاصل الإدارية والمدنية والاجتماعية والسياسية ليس بإنجازات قليلة، إنما هي خطوات أو دعونا نقول إنجازات عظيمة بالنسبة للمرأة، وخاصة باعتبار نحن نقول إن المرأة هي الركيزة، فتلقائيا المرأة تعتبر أو دعونا نقول المرأة هي التي تنقل صوت الحقيقة والأحداث بأدق تفاصيلها وواقعيتها وانعكاسها على المجتمع، وبنفس الوقت تبحث دائما عن إيجاد السبل لحل هذه المشاكل. فلذلك نحن نؤمن بأن المرأة العاملة بمجال الإعلام بأي مؤسسة إن كانت بمؤسسات الإدارة الذاتية فهي وظيفتها نقل الحقيقة العمل المؤسساتي ودور المرأة الفعالة التي تعتبر ضمان نجاح هذا المشروع وهذه المؤسسات. وإن كان في المجال السياسي فهي مرحلة التحول الكبير في مجال السياسة بمشاركة المرأة، وإن كان في مجال المدني أيضا فنقل صورة الواقع النابعة من ضمير المرأة الحرة وانضمامهم أو وجودهم بكل الساحات. إن كانت ساحات حساسة وخطيرة فالمرأة لم تتراجع عن خطو هذه الخطوة، فنتيجتها كانت استشهاد عديد من زميلاتنا الإعلاميين بظروف الحرب. وأي شعب أو مكون ناشد وطالب بالحرية وعلى رأسهم المرأة. فلذلك إنجازات التي تحققت بفضل موجود. أصلاً هذا الشيء اللي بيجوز عم يزعجنا. مثلاً أنت كامرأة في مجلس المرأة السورية أو في أي مكان ثاني دائماً ما يجي مثل الشمس إجباري رح تنزعج، وممكن تحس بالسخط أحياناً عن الإعلام وتكسر هذاك الإعلام معه. بس أنا رح أقول الجدل، يعني شمس سألت حالها أنا رح أحكي بس عندك لأنه مع عزة الله. شمس سألت حالها شي مرة إنه حاولت تثقف النساء اللي حواليها، مثلاً زميلة رونالدو حكت من صميم المأساة اللي عم تعيشها الثقافة. أنا مثلي مرة أنا فيني أحكي لكم 4-6 ساعات ووجع عينيكم ووجع راسكم، بس ما مين ثقفت معه؟ ساعدت مين؟ نحن هذا المشكلة اللي عايشين فيها. مو ذكرت بالبداية إنه وصلنا لعام 2020 وهنيك صار في عندنا جمود بالحركة النسوية. ليش؟ لأنه ما رح أعيد الحكي اللي حكته رونالدو، لأنه فعلا هي حكي كان صميم وإيجابي جدا، وهو الحل، الثقافة الحل الوحيد. يعني ليش الرجل بالبيت إذا بالبيت بيحكوا عن قناة الأخبارية، بس الأم ليش ما بتحكوا عن قناة الأخبارية؟ طيب إذا في شهداء بيهمك كمان، وإذا في جرحى بيهمك، وإذا في مباراة بيهمك، وإذا في مشروع اقتصادي بيطلع على شاشة التلفزيون كمان بيهمك. ليش؟ نحن ما عم نساعد بعض بالأمور الثقافية، عم نحتفظ بكل شيء لحالنا، فهذا الشيء عم يصير معوق بوجه الإعلاميات. يعني الإعلامية بدها تيجي تاخذ مني تقرير وقته 2 دقيقتين مثلا عن هاي المحاضرة،
طبعا احنا بننقد حالنا كمان، المرأة في عندها قوة هائلة، هاي القوة الهائلة بيرافقها شو؟ حنان، عطف، محبة، يعني كل الكلمات الحساسة والجميلة كمان بترافق المرأة، حتى بنلاحظ هاي الكلمات كلها مؤنثة وليست مذكرة. مراسلة للتلفزيون الآن، وصار لي 6 سنين بشتغل بتغطية الحروب في شمال شرق سوريا، طبعا حرب على داعش وغيرها من الحروب. طبعا ايه تغطية الحرب على داعش، لا نحن حربنا على داعش، نحن اللي قضينا على داعش، مو داعش اللي هزمتنا. بحب أول شيء أقول إنه ما بيكفي المرأة تشيل كاميرا، ما بيكفي تشيل مايك لحتى تصير إعلامية. لازم تحطوا بعين الاعتبار إنه المرأة لازم تكون مثقفة من جميع النواحي. يعني صح يمكن ما صحت فرصة لكثير عالم إنه يكونوا أكاديميين بالإعلام، هذا الشيء ما عيب أبداً، كبار الصحفيين ما لهم أكاديميين إعلاميين، لكن في أساسيات لازم المرأة تحطها بعين الاعتبار لحتى تكون أهل للمنافسة مع الرجل. ما رح نحط حالنا بمعركة بيننا وبين الرجل طبعا، بس على الأقل لازم حضورها يكون موازي لحضور الرجل. ما سألنا حالنا ليش مثلا الرجل متفوق بالإعلام على المرأة؟ طبعا لأنه الرجل بيهتم بالسياسة، بيهتم بالثقافة، عنده أفق، عنده إلمام، بيتابع أخبار، بيقرأ كتب. أما المرأة فغالباً، طبعاً أنا منطقة أصل قيمة المرأة. الإعلام هي السلطة الرابعة، لها دور كبير، وهذا الشيء شفناه بيت الأبيض واحتلال الأبيض. أنا كنت موجودة وقت كان الضغط الإعلامي له دور على السكان وهجرة السكان في تلك المناطق. هذا دليل كبير على أن الإعلام له دور جبار في خلق السياسات الموجودة. أنا بدي أحكي كمان على نقاط ثانية اللي بتخص دور المرأة بالإعلام عبر التاريخ. للأسف الواقع السوري رغم بالبدايات كان في دور للمرأة، دليل على ذلك كان في صحيفة فتاة الشرق، هي أول من أسستها كانت امرأة. يعني نحن لما بنحكي عن الإعلام بنحكي عن كثير جوانب كمان من ضمن الصحافة. الواقع الإعلامي كان مرتبط بالصورة النمطية ما قبل الأزمة السورية للأسف. كان الإعلامية لازم تكون بشكل معين بإطار معين وأن تكون جميلة. طبعاً أنا أؤيدك في هذه النقطة وإلى الآن هي موجودة. وأيضاً الإعلام يتبع لسياسة الدولة. دليل على ذلك إلى الآن السياسة الموجودة عند النظام السوري قنواتها ما تغيرت إلى الآن، رغم أنه هناك في كثير انتهاكات صارت بحق النساء أو حق المجتمع. هي كمان. لكن نحن بدنا نقول في عنا كثير نواقص موجودة هلا بالإدارة الذاتية، حبيت أسلط الضوء عليها. رغم يعطيكم العافية من لا شيء كان في نساء إعلاميات وكسروا القيود، وفعلا كان في عادات وتقاليد، ولكن بنفس الوقت في ضعف من الناحية الإعلامية. إلى الآن تكرار الوجوه بالبرامج موجودة للأسف. الشخصيات عم تطلع لساتها شخصيات دائما تطلع بنفس البرنامج.